البدلة واللي بعتولنا الخطأ ده، المسدس اللي بياخده تامر حسني من على الأرض علشان يضرب بيه، في اللقطة دي بيبقى أسود وهنا بيبقى ذهبي. نفس المكان. البدلة والمشهد ده فيه خطأين. الخطأ الأول هو إن في اللقطة دي تامر حسني بيبان إن دقنه محلوقة، ولما بيروحوا البيت بيبان إن دقنه طويلة. واللي بعت لنا الخطأ ده أحمد دودة وزياد تمام. الخطأ التاني واللي بعته لنا هو إن الشنب اللي بيركبه أكرم حسني في العربية علشان يتخفى منهم عشان ميضربوهوش بيبان في اللقطة دي أطول بكتير من الشنب اللي روح بيه البيت. واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا خالد المصري. في اللقطة دي بيبان إن الجويستيك بيبقى فيها كابلات، لكن في اللقطة اللي بعدها الكلوز على التلفزيون بتبان الجويستيك من تحت من غير كابلات. وبعد كده لما بنرجع للكادر الأولاني بنلاقي إن الكابلات رجعت تاني. ايه اللي جابه مصر ده؟ هي البلد ناقصة؟ واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا MI حافظ. بعد تكرر رسوب تامر حسني في الكلية بينجح أخيرا. اللقطة اللي بيشوف نفسه ناجح فيها بيبقى لابس بنطلون جينز لونه فاتح، لكن من قدامه هما بيحضنوه وبيباركوله بيبقى لون البنطلون أسود. في الأغلب الخطأ ده حصل بسبب اللخبطة من كتر تصوير لقطات كتير بكذا لبس عشان يبان إن في كذا سنة عدت، وأكيد بكل لبس خدوا كذا تيك، فعشان كده لما اتجمعت اللقطات في المونتاج حصل الخطأ ده. واللي بعتولنا الخطأ ده بعد ما بيطلعوا من الحفلة وهم لابسين لبس الضباط وبيركبوا العربية بتعطل وبيطلبوا من الناس في الشارع إن هم يزقوهم، بس عشان هم المرة دي لابسين لبس الضباط كل الناس وافقت تساعدهم. بس وهم بيزقوهم لقطة بتبان المراية واقعة ولقطة بتبان سليمة. واللي بعت لنا الخطأ ده نور الدين أنور. تامر حسني بيدور على الأوضة بتاعت شوبير وبيلاقيه وبيكسر عليه الباب. لما بيخش عليه بتبقى لقطاته مختلفة تماما، ده بسبب إن هو صور اللقطة اللي بيخش فيها الأوضة في يوم تاني خالص، واستنوا يصوروا المشهد بتاع شوبير في يوم تاني لما يجي. شخصية الشرير اللي بيقوم بيها مجد المصري المفروض دلوقتي إنها متخدرة، يعني مش حاسة بحاجة ولا بتتحرك، بس دلوقتي أكرم حسني وهو بيدحرجه في الأرض بيبان إن الشخصية مش بس بتدحرج نفسها، لا وكمان بتحرك دراعاتها عشان تداري بيه وشها. ده ليه؟ لأن ده دوبلير مش ماجد المصري، فعشان يتفادى خطأ ظهور وش الدوبلير فضل أكتر إن هو يداري وشه ويبان إن هو بيحرك إيده عن إنه يبان إن هو مش ماجد المصري. انت جايز مش شايف الواير اللي تامر حسني وماجد المصري متعلقين فيه، بس اول ما بينطوا من السور وبيعملوا نفسهم انهم بيقعوا من فوق بيبان من حركة جسمهم ووقوعهم انهم متعلقين. بيلفوا حوالين محور نقطة التقاء ايديهم بالواير، والا كانوا وقعوا هما الاتنين على جنبهم. ماجد المصري في اخر الفيلم بيحاول يضحك على الولد الصغير علشان ياخده رهينة، فبيجره ليه عن طريق ان هو بيمسك له اللعبة ويقول له تعالى خدها. اللعبة على شكل ودي ما بين كل لقطة والتانية وضعها بيختلف، ومرة بتبقى ببورنيطة ومرة تانية بتبقى من غير بورنيطة. هنا ماسكه من ناحية جسمه، هنا ماسكه من ناحية رجليه، هنا بيبقى بورنيطة، هنا بيبقى راسه بس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.